هاي. بجد وحشتوني، بجد وحشتوني. انا مش عارفه بكلم مين. مكسوفه جدا اني اخر حاجه كنت قايله انا هعملها، ودي حاجه الحلوه اللي انا بحبها ان اكمل على اليوتيوب. واخر حاجه كنت عاملاها اللي انا داخله ثانويه عامه، مش قادره اقول لكم اللي انا بمتحن اخر كام امتحان في تانية كليه. بس يعني سهله، هتتعوض، وش هتتعوض. بص ايدك، شجع الشباب، شجع الشباب. النهارده جايه لكم بسؤال وحش قوي قوي قوي، ومحتاجين نتكلم فيه فعلا، مش هزار. ليه كل المصريين بيحبوا القطط ما عدا انا وخمسه من الصالحين، وخمسه من الصالحين منهم اختي، بس اختي مش صالحه. فيعني ليه يا جماعه؟ ليه بنحب كده؟ ليه بنجيب التهزيق لنفسنا؟ انا محتاجه اوريكم فيديو هو ايه اللي حصل عشان كل ده يحصل. يا جماعه اتمنى ان انتوا تكونوا سامعيني، عشان مش مسامعيني. في قطه هنا لقيتها جت قعدت جنبي. عامه انا بخاف من القطط بس الحمد لله عالجتها لان انا لقيتها جنبي، مش في الشنطه، في الشنطه. هاي القطه، هاي هاي تكشف شعر الجلد. بعد كده في الباك جراوند كانت شله ولاد، ففي ولد استظرف كان بيقول ايه ده، انت مش مصريه ولا ايه؟ على اساس ان كل المصريين بيحبوا القطط. مش عارفه ايه علاقه ده بده، جاي يديني قصه في التاريخ. المهم انا جبت اللابتوب، عملت ريسيرش محترم مش من شات جي بي تي. ليه المصريين بيحبوا القطط؟ ليه بنجيب التهزيق لنفسنا؟ فطلعت بتلات اسباب، الحقيقه هم كفايه بالنسبه لي جدا، بس انا كده مش هقتنع لو جبتولي 100 سبب. السبب الاول قالك ان هو جينات من الفراعنه والمصريين القدماء. ليه؟ لو انتم مش عارفين فاديني بقول لكم ان القطط كانت الهه عند المصريين القدماء، وكان الاله اسمه بسم الله الرحمن الرحيم باستت او باست. اله باست كانت اله الامومه والانوثه والرقي والفرح. دي يعني اكيد في صوره عكس اللي انا بقوله. قطه امومه فرح. هي اكيد مش هشك في امومتها، بس هشك في فرحها. ده كان شرير جدا، ما علينا. بس الاله بست ده كان اله اللي هو بالنسبه لهم القطه. ان القطه زي ما احنا لما بنجيب فار، لا مش بنجيب فار، لما فار بيخش لنا بنقول ايه؟ عايزين قطه. فبان القطه زمان ودلوقتي بتجيب الفيران، فكده بتمنع الشر، فاخدوها اله الامن والامان، وان هي بتحفظهم. حاجه جميله ان زمان ما كان فيهوش ابواب، فلما كان في قطه بتخش بيت انت كده دخلتك البركه، انت كده مبروك. انا بتكلم بجد مش بهزر. حاجه كمان، بعيدا طبعا انا قلت ان هو اله، فاوريدي الاله هيكون معمول له معابد. بس كده كده القطه لما بتموت، انا خايفه اقول كده، القطه بتعمل لها جنازه كامله وبتتحنط مع المصريين القدماء. انا ما اعرفش في ايه، انا بجد انتوا بجد. في حاجه انا محتاجه اقولها اوريدي. في معبد اللي هو معبد باست ده اكشلي دلوقتي في الشرقيه. انا مش عارفه ده كلام حقيقي ولا لا، بس دي مش مصادر مش موثوقه. هتاكد لكم لو موثوقه، هكتب لكم موثوقه ان في دلوقتي فيها قطط ميته، عشان هي ما فيش غير قطط ميته. حاجه اخيره يا جماعه، خلي بالكم، عشان زمان كانوا لو انت ماشي بالعربيه بتاعتك في مصر الفرعونيه، لو دوست قطه ممكن تداس تتعدم. يا غبي حبيبي. الحقيقه اكيد في ناس شايفه حاجه ليه القطه كائن جميل، بس ما عدا انا. النقطه معانا، القطط رفيق بيت غير مكلف. عشان تعرفوا العشوائيه جايه منين. قال لك القطط بتاكل اي حاجه، مش محتاج تمشيه، بتنظف نفسها في نفسها. طب ده ايه ده؟ طب هي محتاجاني ليه طالما انا هعمل لها كل ده؟ يعني ليه؟ ده انا الكلب باكله وبشربه وبيحميني وبيمشي. سبب، وده انا ممكن فعلا اكون مقتنعه بيه شويه، ان ليه الناس بتحب القطط؟ عشان كل الاجزاء الكيوت من القطه مشهوره. يعني لو فتحتي التيك توك وكتبت كاتس هتلاقي الترندز بتاعتها اشهر من بني ادمين، اشهر مني شخصيا. وبما ان ربع الكرتونات كلهم ليه علاقه بالقطط القطط القطط القطط، ف عشان كده القطط محبوبه. يعني ان شاء الله هدور لكم على اسباب تانية ليه القطه كيوت واحطها لكم.
السلامه.